طيب البنك الاهلي دلوقتي كان هيجيب جول، الجول ده اصلا كان هيجي بطريقه اقسم بالله مش عارف اصلا دفاع الاهلي فين. انتوا فين بقى دفاع الاهلي؟ ايه ده ايه ده ايه ده يا رامي؟ ايه ده يا رامي؟ ايه ده يا رامي؟ في ايه يا عم؟ هتصحى كده؟ في ايه؟ الكره بتعدي من بين رجلك في منطقه الجزاء. اصحى اصحى. علي ديانج طولت منه، رجعت على طول لهجوم البنك الاهلي، وصلت عند ربيعه تخبط الكره فيه تعدي من وسط رجله في منطقه الجزاء. كانت هجمه اقسم بالله 90% جول، بس هو لولا بس الراجل اللي شاطها ما عرفش يشوطها كويس. ربنا يسترها بقى يا جدعان. في يا جدعان مش هو ده الاهلي اقسم بالله، مش هو ده الاهلي اللي كان بيلعب ماتش الزمالك اللي فات، ولا دي اللعيبه مش فايقه مش عارف ليه. في دلوقتي الركنيه هتتلعب للاهلي، هنشوف بقى ان شاء الله خير. يلا الله يرفع طاهر، محمد طاهر يا جماعه، بسم الله. يلا بقى حمدي فتحي او رام ربيع، اي حد يا جدعان يطلع بدماغه بقى. يلا بعيده بعيده اقسم بالله وحشه خالص، فيها طاهر سايد كمان. الاهلي مش في حالته ولا اللعيبه في حالتها ولا ده، اقسم بالله ماتش زي ماتش البنك الاهلي يتلعب بالاسلوب ده والله العظيم. ربنا يسترها بقى. يا شريف يا مخيف، المخيف عملها يا جدعان، شريف المخيف عملها. رجع تاني، رجع بقوه. الجماهير مبسوطه، الاهلي بيرجع من تاني يا جدعان. شريف المخيف رجع من تاني، الهداف رجع. فاكرني؟ عاش يا اهلاويه، عاش. الهدف الاول للنادي الاهلي عملها عبد القادر بصراحه حلوه قوي من الجنب، شايف؟ مروان عطيه كمل بس جاباسكي صدها، محمد شريف كمل عليها هدف، وده الهدف الاول للنادي الاهلي. ربنا يكمل ان شاء الله وتخلص بقى 3-4. يا كابتن سيد بالله عليك كده يا كابتن سيد، مش ناقص اقسم بالله، ما تترفس يا جدعان. سيد عبد الحفيظ الحكم اداله كارت دلوقتي الاحتراف. ما الحكم بصراحه يعني حسب فاول، هو مش فاول اصلا، مش عارف ليه. كانت هجمه للاهلي، 3 واخدين الكره مع الدفاع، والحكم قال لك دي فاول. محمد شريف كسر الواد يعني، وسيد عبد الحفيظ واقف بقى على بره على الخط، اعترض، الحكم راح مطلع له الكارت على طول. ايه ده يا عم سيد؟ ايه ده بالله عليك؟ خلي الدنيا تمشي كده وتعدي، مش ناقص اقسم بالله. وصفارة نهاية الشوط الاول يا جماعة، والاهلي متقدم 1-0، وكان فيه هجمة في الدقيقة الأخيرة، الدقيقة 45، وكوكا بصراحة شاطها بطريقة غريبة قوي، مع ان شريف كان فاتح له خالص وكان فاضي، كان مستنيها اصلا. محمد شريف لكوكا بصها له كده بالجنب، اقسم بالله كانت هدف محقق. بس يلا ان شاء الله خير، نعوض بقى تاني اكتر واكتر في الشوط الثاني. اشوفكم في الشوط الثاني بقى. بدايه الشوط الثاني بين الاهلي والبنك الاهلي، وربنا يستر عشان الاثنين اهلي واهلي. نكمل بقى الشوط الثاني ونشوف الاهلي هيعمل ايه. يا جدعان هو انا بس اللي شايف ان قفشه يا جدعان بقى خساره الاهلي اقسم بالله، والله قفشه بقى خساره الاهلي، عمال يقتل قسما بالله هجمات بتبقى اجوال، بيشيط كور كانه بيدرب اقسم بالله حارس المرمى. ده مش ده قفشه ده اقسم بالله. انت كنت ايه في ايه يا عم؟ في ايه بالظبط؟ في ايه؟ مش كده يا عم، والله ما كده يا قفشه. انت بتضيع هجمات وبتقتل علينا اللعب اقسم بالله، مش كده. ده يا حكم، ايه يا حكم؟ الدخله بتاع احمد سعيد على طاهر دي ما فيهاش كارت، ده الواد جاب رجله الاثنين. ايه يا حكم في؟ ويقول له بقى الاخر ايه؟ الاهلي بيكسب بالحكام. حكام ما هو باين جدا اصلا. شوط تاني بين الاهلي والبنك الاهلي على استحياء، مفيش اي حاجه اصلا تبين ان في كره في الشوط الثاني. بصراحه انا شايف ان الكره فعلا بيدي فرص للناس اللي كانت غايبه والناس اللي كانت على الدكه واللي كان عندهم اصابات ورجعوا، بس ماشي، بس مش للدرجه. احنا عايزين نتفرج على كوره برضه يا جدعان، يعني حقنا كجمهور نتفرج على كوره، مش كده اقسم بالله. نتفرج على شوط تاني الدقيقه 87 اهي، ومفيش اي هجوم خالص، مفيش اي خطوره، الكرة وحشة قوي. ماتش الشوط الثاني بصراحة كان وحش جدا. ما نشوف بقى، لسه باقي 3 دقايق ونشوف الوقت بدأ الضايع يحصل فيه ايه. خلاص انتهى الماتش يا جماعة بين الاهلي والبنك الاهلي بنتيجة 1-0.
احنا راضيين بالفوز تمام. احنا كده بقينا فارق عن الزمالك 11 نقطة، حلوين جدا زي الفل ومبسوطين بكده. بس انا كجمهور الاهلي واحنا كجمهور الاهلي مش مبسوطين بالاداء اللي حصل ده، بس عادي مش مشكلة. ان شاء الله الماتش الجاي هيكون في كاس العالم للانديه في المغرب. اتمنى طبعا التوفيق للاهلي وان شاء الله يوصل للنهائي. ربنا معانا ان شاء الله في كاس العالم يا رجاله، والسلام عليكم.